أجواء لن تنسى، أجواء ستبقى في مخيلتكم، أجواء المرور والعبور إلى المونديال للمرة الخامسة في تاريخ محاربينا. لحظات إذن ويبدأ المهرجان وتستمر الأفراح. دامت تفرح الجزائر، دامت تفرح بلادنا. حفظك الله يا بلادي. كبيرة الأجواء، كبيرة جدا وممتعة وعالمية بامتياز لمنتخب يستاهل كل خير، وللشعب أيضا يستاهل كل خير. ملعب تحفة، جماهير حضارية وتحفة، روعة. يا سلام يا سلام. بالله عليكم، هل هناك أجواء أفضل من هذه الأجواء؟ وهل هناك طريقة للتشجيع والتعبير والوقوف مع المنتخب أفضل من هذه الأجواء؟ صراحة بدون مجاملة لا توجد. هذه الأمور تجدها فقط في الجزائر، هذه الأجواء تجدها فقط في الملاعب الجزائرية. فهنا المسرح، وهنا المتعة، وهنا الإبداع، وهنا التشجيع، وهنا الفرحة الكبرى. حتى الجماهير كلها جاهزة، كل واحد موجود في المدرجات عارف وش يفعل. التنظيم محكم جدا إلى بعد الحدود، والفرحة الكبرى لحظة دخول اللاعبين إلى أرضية الميدان من أجل تحية الجماهير، والجماهير تحيي لاعبيها أيضا فوق أرضية الميدان. فذلك هو المعروف والمألوف بالنسبة للاعبين وبالنسبة للجماهير الجزائرية. يا سلام على الصور رائعة جدا، أجواء خيالية في مدرجات ملعب حسين عيد أحمد وخارجها أيضا. احتفالات كبيرة جدا داخل الملعب وخارج الملعب للجماهير الجزائرية التي استمتعت اليوم بمنتخب بلادها، وجاءت اليوم لتشكر اللاعبين بعد 10 جولات كاملة من تصفيات كأس العالم بأننا هنا من أجل تحيتكم ومن أجل شكركم. وحتى اللاعبون يقولون أيضا نعتذر منكم للغياب على نسختين، وقد عدنا من جديد لإسعادكم، لأن الغاية واحدة لا ثانية لها، إسعاد الجماهير والشعب الجزائري. وهذا ما يصبو إليه دائما اللاعبون، وهذا ما يفضله دائما اللاعبون فوق أرضية الميدان. ونحن على أبواب كأس أفريقيا وكأس العالم. شوف الأجواء، شوف المدرجات، شوف الملعب، شوف المتعة الكبيرة جدا. ومتع عينك وانت تشوف الجماهير الجزائرية ما تفعلوا في المدرجات. يا سلام. واو، طاب الشبان في المدرجات. هاي الأفراح بالنسبة للمنتخب الجزائري وبالنسبة للجماهير الجزائرية. شوف الأجواء الكبيرة جدا مجددا.
مشوار كان كبير جدا، مليء بالصعوبات ولكن مليء بالافراح ايضا. جيل مميز من اللاعبين، هناك من كان من قبل وهناك ايضا من التحق من جديد لمواصله ما بدأه اللاعبون السابقون. افراح كبيره جدا. أجواء كبيرة وكبيرة جدا في مدرجات ملعب حسين أيت أحمد. من حقكم أن تفرحوا، ومن حقكم أن تفتخروا، ومن حقكم أن تعبروا عن فرحتكم الكبيرة بحب بلادكم ومنتخبكم. شيء كبير فعلا، الجزائر شيء كبير صح أكيد. وما فعلته الجماهير اليوم شيء كبير، والاحتفالات هذه شيء كبير، ومشوار المنتخب الوطني الجزائري في تصفية المونديال شيء كبير. ومساء الخير إن شاء الله، والقادم أجمل بالنسبة لمنتخبنا الوطني الجزائري.